بسم الله الآب الخالق العاقل الناطق بالكلمة الحي بالروح الإله الواحد آمين. مرحبا بكم إخوتي وأحبائي ومستمعينا ومشاهدينا على قناة نور من المشرق بحلقة جديدة والرد على الذين دعونا إلى الإسلام وعلى أسئلة الأخوة المسلمين. الحلقة الرابعة وفيها سنكمل عن موضوع الحلقة الثالثة عن نبوة محمد. في هذه الحلقة سنرد على دلائل إذا كان محمد نبي أم لا، وأنا سأرد على الأخ الذي دعاني من كتب آباء كنيسة المشرق. صلوا من أجلي ربي يسر ولا تعسر. والآن ما هي دعوة محمد؟ إن قلت أنه أخبرنا بأقاصيص الأنبياء أي بقصص الأنبياء الذي كانوا قبله في زمان السالف كنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والمسيح وسائر الأولين الذين ذكرهم في كتابه، فجوابنا أنه أخبرنا بما سبقت معرفتنا به، أي نحن نعرف بهذه القصص ولسنا بحاجة أن يأتينا شاهد ثالث. ودرست هذه القصص أطفالنا وصبياننا في المكاتب والكنائس. فإن ذكرت قصة عاد وثامود والناقة وأصحاب الفيل ونظائر هذه القصص، قلنا لك هذه أخبار وخرافات وعجائز الحي، وليس ذكرها دليل على نبوته، فقد سقط شرط من شروط النبوة. وإن قلت أنه أخبرنا بأمر قبل حدوثه ألزمناك توضيح ذلك، لأنه قد مضت أكثر من 1400 سنة منذ موت محمد، وكان يجب أن يتحقق عندك شيء مما أخبرك أنه سيكون، ولكنك تعلم أنه لم يأتي في هذا الباب شيء ولا نطق فيه بكلمة ولا تفوه بحرف واحد، فسقط عنه الشرط الثاني من شروط النبوة، أي كنبي كان يجب أن يتنبأ بأحداث المستقبل، فما تنبأ بمحمد لم يحدث. أما عن الأقاصيص والأعاجب والخرافات منها الناقة وأصحاب الفيل ونظائرها القصص، فإنها لا تثبت وليس لها حقيقة ولا دليل على نبوته، إذ قد خلا من الشرطين الذين يوجب الإيمان بالنبوة. نسأل: هل أجرى محمد معجزة؟ فنسمعه يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. سورة الإسراء الآية 59. أي لولا أن يكذبوا بآياتك كما كذبوا بالآيات التي جاء بها الأولون من قبله لأعطيناك آيات. وأنت تعلم أن هذا الجواب مرفوض ولا يقنع أحدا إطلاقا. أي محمد أخذ بهذه الآية حتى لا يسأله أحدا عن معجزة، لأنه كان غير قادر أن يعمل معجزة واحدة. وأن ادعيتم أن الدلائل نبوته وظفر أصحابه على ما كان عليه من القلة والضعف بملك فارس الذي عظمته وجود التدبير وأصحابه وحسن ساسة ملوكه مع كثرة العدد والسلاح والرجال. أجبناك بكلام الله قوله لبني إسرائيل: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجشيين والأموريين والكلعانيين والفرزيين والحويين واليبوسين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب. التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم. سفر التثنية الآية الإصحاح 7. ولكن عندما طغى بنو إسرائيل وجعلوا لله أندادا وجحدوا آياته فقل شكرهم لله، سلط عليهم شر خلقه نبوخذ ناصر عابد الأصنام المشرك بالله،
فقتل الرجال الذين كانوا أولاده وصفوته وخيرة شعبه، وسبى ذريتهم، وأخرب البيت الذي كان معروفا باسمه أي الهيكل، ونقل الأواني التي كانت فيها تقدس ذبائح للرب إلى بابل النجسة بعباد الأوثان والشعوذة والسحر. فهل نقول أن نبوخذ نصر ظفر ببيت المقدس وبلغ منه من أهله ما بلغ لأنه كان نبيا، أما لسبب الذي ذكرناه قبلا؟ فكذلك أيضا أنت كنت تعرف قصة محمد وأصحابه مع ملك فارس، لأن أهل فارس كانوا مجوسا يعبدون الشمس والنار، وادعوا الربوبية التي لم يجعلها الله لهم، وابتذلوا نعمه كفرا، وسعوا في الأرض فسادا، وارتكبوا العظام، وتوهموا أن الذين هم فيه وأنهم هو من صحة تدبيرهم وكثرة قوتهم، فسلبهم الله نعمته وسلط عليهم من أخراب بلادهم، وقتل رجال وأخلى مساكنهم منهم، وسبى ذريتهم، ونهب أموالهم، وبدد بسخط الله وزجرهم. كذلك يفعل الله بالقوم الظالمين. أما قرآن صاحبك الذي ادعى أنه منزل عليه من عند الله فليس فيه شيء من ذكر المعجزات، فقد قال أن الله لم يجعله صاحب معجزة لأن السابقين كذبوا بآيات الأنبياء الأولين، فكره الله أن يأتيه بشيء منها فيكذبونها. نعم، إن الأولين من اليهود كذبوا بآيات الأنبياء ورددوها، وأما الأعراب فبآيات من كذبوا، ولم يبعث فيهم نبي قط، ولا وجه إليهم رسول، ولا بآيات ولا بغير آية. ولعله لو كان جاء بشيء من الآيات لكانوا صدقوه ولم يكذبوه. ألم نرى أن الكثيرين منهم أجابوا دعوته ولم يروا منه آية ولا سمعوا عنه أعجوبة؟ أما غير الكتاب فقد وجدنا لكم أخبارا وقصصا هي خرافات وعلى العجائز، ومنها زعمهم أنه كان من آيات العجيبة وأنه وقف بين يديه ذئب فعوى وبكى، فالتفت محمد إلى أصحابه قائلا لهم: هذا وافد السباع، فإن أحببتم أن تفرضوا له شيء لا يعادوا إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحررتم منه. فقالوا: ما نطيب له بشيء. فأومأ إليه بإصبعه الثلاثة أن خالسهم، فولى وهو غائل. فهذه آية عجيبة ولم نسمع السامعون بمثلها قط، ولم يرى الراؤون أعجب منها. إنه عرف عواء الذئب وأنه وافد السباع. لو كان قال لهم أن هذا الذئب رسول رب العالمين إليهم ما كان يرد عليه قوله ولا منتقد باحث فيهم. ومنهم زعمه أن الذئب كلم أهبان ابن آووس الإسلامي فأسلم، ولما ادعى أن أهبان ذكر أن الأسد كلمه، لكن عندي أعجب على أنه ساوى بينه وبين نفسه فيهما، بل فضله على نفسه أن الذئب معه عوى، فادعى معرفة ما قال في عواءه أنه وافد السباع. فأما أهبان فزعم أن الذئب كلمه بلسان عربي، والأعجب في ذلك أن هاتين الآيتين لم تجريا إلا بواسطة الذئب الذي يعرف بالخاطف من السباع، وهذا لقبه. قصة ثور ديريخ وادعاهم أنه كلم ديريخا عندما ضربه، وكتابه يشهد أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أما شاة معبد ومسحها يده على ذراعها وما يلي ذلك من خرافات الأخرى كدعاء الشجرة فأسرعت إليه مقبلة مجيئة تجاهد في الأرض، فهذا أمر نؤخره لأن أكثر المسلمين راسخين لا يقبلونه. كذلك السم الذي سمته به زينب بنت حارث اليهودية زوجة سلام ابن مشكم اليهودي في شاة مشوية، فكلمته الذراع وأكل منها بشر بن براء بن معرور فمات.
وأن السم الذي لم يزل يدب في بدن محمد كان سبب موته. فهل سمع الكلام من الذراع وحدها أم سمعه من كانوا يحضروا بحضرته؟ فإذا كان سمعه هو وحده فلماذا لم يمنع ابن براء من أن يأكل طعام مسموم حتى لا يموت، وهو رجل من أصحابه اختص بالأكل معه؟ وكيف استحال ذلك واستجاز كتمان قول الذراع له أن الشاة مسمومة؟ وإن كان جميع الحاضرين سمعوا كلام الذراع فكيف لم يمتنع ابن براء من الأكل وهو يسمع الذراع تقول لا تأكل مني فإني مسمومة؟ فليس يخلو هذا من إحدى الوجهين: إما أن يكون سمعها وهو وحده وكتم ذلك غدرا، إما أن تكون الجماعة سمعه فلم يمتنع ابن براء من ذلك الأكل حيث سمع ولم يهتم. ولعل ابن براء أكل السم ثقة منه بأنه يأكل مع نبي مستجاب الدعوة ورسول رب العالمين مشفع عند ربه في جميع ما يسأل. فلماذا لم يدعو محمد ربه فيجيبه كعهدنا بالأنبياء المشفعين في الأحياء والأموات؟ فإن إيليا النبي قد أحيا ابن الأرملة بصرف الصيداء، وهكذا إليشع تلميذ إيليا قام ابن الشونمية من الموت، وقد فعلت الأنبياء مثل هذا مرارا كثيرا وهم أحياء. وفعلت أيضا القوة الحالة في عظامه كفعل عظام إليشع النبي عندما مات، حيث وضع الميت عليه فعاش. وأنت تعلم هذا الخبر صحيح في كتب الله المنزلة، ليس فيها اختلاف بين النصارى أصلا ولا اليهود، وهما ملتان مختلفتان اجتمعا على صحة ذلك. كيف لم يأكل محمد منها أيضا ولم يصبه شيء؟ فيكون ذلك آية وشاهدا على صحة ما يدعو به من نبوة أنه كان نبيا، لأن الأنبياء معصومون بالوقاية الإلهية من الآفات التي تحتل الكفار عليهم وعلى أولياء الله، كقول المسيح تلاميذ إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ووضعوا أيديهم على المرضى فيبرؤون. وحقق المسيح لهم هذا، فقد كانوا يمتحنون بمثل هذا فتظهر صحة دعواهم عند تجربة، فانقادت لهم الملوك والجبابرة والعلماء والفلاسفة والحكماء وأصحاب الحيل والقضاة بلا سيف ولا عشيرة ولا حكمة دنيوية ولا فصاحة ألفاظ ولا ترغيب في شيء ولا تسهيل في الشريعة. أما الميضات وخبرها إنه أدخل يده فيها ففاض منها الماء حتى شربوا وشربت دوابهم، فالخبر بذلك جاء عن محمد بن إسحاق الزهري، وأمرها ضعيف عند أصحاب الأخبار، ولم يجتمع أصحابك على صحتها. وقد قال محمد في حديث ليس من نبي إلا وقد كذبت أمته عليه، ولست آمن أن تكذب علي أمتي، فما جاءكم عني اعرضوه على الكتاب الذي خلفته بين أظهركم، فإن كان له مشكلا وإن كان فيه ذكر فهو عني، وإني قلت وفعلته، وإن لم يكن له ذكر في الكتاب فأنا بريء منه وهو كذب من رواه عني، وما قلته ولا فعلته. فانظر في هذه الأخبار التي ذكرنا ما يقول محمد، هل تجد لها أصلا في الكتاب الذي في يدك أي القرآن؟ فإن كان لها في ذكر فيه صحيحة قد فعلها، وإلا فهو بريء منها وهي أباطيل وأكاذيب. وهذا تثبت أن القرآن لم يذكر محمد بأعجوبة. وكل هذه الأحاديث والقصص والخرافات التي ذكرها أصحاب محمد من الأحاديث والخرافات ليس لها وجود في القرآن، لهذا تكذب وليس لها أساس. ثم أعظم من هذا وأشنع أنه كان يقول لهم في حياته ويوصي إليهم إذا مات أن لا يدفنوه. هذه كانت وصية محمد، فإنه سيرفع إلى السماء كما ارتفع المسيح، وأنه أكرم على الله أن يتركه على الأرض أكثر من 3 أيام. ولم يزل ذلك عندهم متمكنا في قلوبهم، فلما مات يوم الاثنين مات محمد، وتركوه 12 ليلة مضت من الربيع الأول سنة 63 لمولده، وقد مرض 14 يوم بعد أن سممته بنت حارث. تركوه ميتا يظنون أنه سيرفع إلى السماء كما قال لهم،
فلما أتت عليه 3 أيام وانقطع رجاء من ذلك ويأسوا من تلك المواعيد الباطلة دفنوه يوم الأربعاء. وحكى بعضهم أنه مرض 7 أيام بذات الجنب، وأنه غرب عقله وخلط في كلامه تخليطا شنيعا، فغضب لذلك علي بن أبي طالب وأنكروه. فلما أفاق أخبروه بما كان، فقال: لا يبقين في البيت أحد إلا العباس بن عبد المطلب. فلما كان اليوم 7 من مرضه مات، فارتفع بطنه وانعكست إصبعه الشمال وهي الخنصر. وذكر ضمران أنه كان تحته في مرضه شملة حمراء وعليها مات وفيها أدرج بعد موته، وورى في التراب بغير غسل ولا أكفان. وروى عمران ابن خضير الخزعلي أنه غسل وأدرج في 3 أثواب بيضاء يمنية، وأن الذي تولى ذلك منه علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس بن عبد المطلب عمه، فلم يبقى أحد ما كان تبعه إلا ارتد ورجع كما كان عليه، غير نفر يسير من أخاص أهله وقرباه، فطمع بما كان فيه من تلك الرئاسة. فكان لأبي بكر عتيق ابن أبي قحفة في ذلك عجب تدبير، فتولى الأمر بعده. فاختاض علي بن أبي طالب غاية الغيظ، لأنه لم يكن يشك أن الأمر صائر إليه، فانتزع من يده كل ذلك حرصا على الدنيا ورغبته في الرئاسة. فلم يزل أبو بكر يلاطف بالمرتدين إلى أن رجعوا بضروب من الحيل والرفاق والأماني، وكان بعض ذلك بالخوف من السيف، وبعض بالترغيب في السلطان الدنيا وأموالها وإباحة شهواتها ولذاتها. فرجع من رجع في ظاهره لا في بطنه، أي ليس من كل قلبه. لقد كان أكثر أصحابه وخصهم به أقرباؤهم نسبا يظهرون أنهم أتباعه وأنصاره، وكان محمد يعلم أنهم منافقون، وأنهم لم يزالوا يريدون به السوء ويعينون المشركين عليه، حتى أن جماعة منهم كمنوا له تحت العقبة واحتلوا في تنفير بغلته لترمي بها فتقتله، فوقاه الله كيدهم، ثم كان يديرهم دائما إلى أن قبض الله روحه. أفما ينبغي لي أن أشبهه هذا وكان حيا ملء ثيابه، ثم ارتدوا جميعا بعد موته، فلا يبقى منهم أحد كان يظن به راشدا إلا رجع وارتد، إلا أن جمعوا مرة أخرى والقى في قلوبهم شهوة الخلافة ومحبة الدنيا، فربطوا النظام وجمعوا الشمل وألفوا التشديد بالحيل واللطف والمدارات، وما المن في ذلك ولا هو محمد عليه. فلست أذكر ما أراه يبلغني عن أصحاب هؤلاء المدار والصبر على من يحكم الله بينهم. فلنرجع إلى كلامنا الأول ونقول إنه كان عمره 63 سنة، منها 40 سنة قبل ادعاه النبوة، و13 سنة بمكة و10 في المدينة. فإن ادعيت أن موسى النبي وإيشع بن نون خليفة موسى قد حاربا أهل فلسطين وضربا بالسيف قتلا الرجال وسبا وأحرق القرى والمساكن بالنار ونهب الأموال، فقلنا لك أنهم فعلوا فعلا هذا بأمر من الله لتنفيذ إرادته وأنجاز مواعيده، فإن ذلك كان في قوم طغوا وبغوا، فأحب الله تأديبهم كتأديب الآب المشفق على ابنه. فإن سألت وما الدليل على أنه فعل، كان أمر الله سبحانه أن الذي فعله محمد لم يكون عن أمر الله. قلنا أن نبي الله موسى جاء بالآيات العجيبة التي فعلها بمصر، وتنبأ وهام بمعجزات بحضرة فرعون وجميع أهل مصر، بعدما فعلوا أهل مصر ببني إسرائيل ما فعلوه. وبعد ذلك أخرج بني إسرائيل بتلك القوة المنيعة وفلق لهم البحر وأجازهم، وغرق فرعون وأصحابه وتبعهم. وضرب موسى الحجر الأصم فتفجر منه
12 نار سقاهم، وأنزل لهم المن والسلوى وما أشبه ذلك مما هو ممتنع في قدرة المخلوقين، لا يقدر أحد أن يفعل ذلك غير الخالق. وأعطاه الرب القدرة على فعل مثل هذه المعجزات، فصارت هذه دلائل واضحة بأن جميع ما حكاه وفعله هو من أمر الله. كذلك ما فعله يوشع ابن نون حينما أوقف الشمس وسط الفلك عن مسيرها إلى أن انتقم الشعب من أعدائه، وكذلك توقيفه القمر بأمر الرب فوقف، وشهد له الكتاب بأنه لم يكن مثل ذلك اليوم فيما مضى ولن يكون في المستقبل، لأنها معجزة خص الله بها يوشع ابن نون، فتكون له شهادة إلى الأبد. ونحن واليهود متفقون على تصديقه عن غير توطؤ، وأنه حق في كتاب الله. فأعطنا أدنى حجة على عجوبة من محمد فعلها أو يقر له كتابه أي قرآن بصحته، حتى نصدق نبوته ونقر برسالته ونقبل دعوته، ونعلم أن ما فعله من قتل الناس وأخذ أموالهم وإخراجهم من ديارهم وسبي النساء واغتصابهم وقتل الأطفال والجزية وغيرها من الأعمال لم تكن من أمر الله عز وجل كفعل أولياء الله، إنما هو رجل ادعى لنفسه ادعاه أنه الملك أو أنه النبي، فعانه على ذلك قوم من عشيرته وأهل بيته وبلده. إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة يا أخوتي من الرد على أن محمد كان نبيا وغيرها من الأشياء التي تحكى عنه والتي يصرع رؤوسنا المسلمين بها. نسأل الله عز وجل أن يفتح بصيرة المسلمين ليعرفوا الحق ويتبعوا دين الحق، وللرب الله المجد والكرامة والسبح إلى أبد الآبدين، آمين. صلوا من أجل الراهب المشرقي، والرب يبارككم، آمين.